قبل 4 أيام تقريبا دخلت تويتر وشفت هاشتاج واصل الترند العالمي، عنوانه عبد العزيز الفوزان والإسبانيات. لما دخلت الهاشتاج شفت ناشرين مقطع وكأنه فضيحة للشيخ عبد العزيز الفوزان في حفل تكريم إعلامي في إسبانيا وفيه ظهور امرأة. الأصل أيها الأحبة أن الرجال لا يخلطون النساء، والشيخ بين في المقطع أنه احتاط للأمر، لكن هذا الذي وقع وهو قدم المصلحة التي يراها. هذا الموضوع باختصار. وفي مثل يقولون السعوديين ايش لك في الطويلة. حقدي أنا بقول لكم باختصار أنا شنو اللي مستاء منه في الموضوع. والله يا جماعة في عقول غريبة. هب أن الشيخ غلط غلط، هل يستاهل الموضوع يوصل ترند عالمي؟ هاشتاج وشغل ومقاطع وفضايح والشيخ الفوزان والإسبانيات وسالفة، وأهملوا إنجاز الرجل. أيها الأحبة، وراء هذه الصورة قصة. الناس التفتوا للمشهد الأخير ونسوا أول القصة. وراء هذه الصورة قصة نجاح مواطن سعودي. وهذا النجاح كان المفترض أن يفرح كل عربي فضلا عن كل سعودي، حتى وإن كان يختلف مع الدكتور. أنا كبحريني أنظر للدكتور عبد العزيز الفوزان على أن إعلامي مبدع ناجح، مفخرة للخليجيين. من إبداعات ونجاحات هذا الإعلامي السعودي أذكر لكم فقط 3 أمور، تكفينا فقط 3. أولا، الشيخ اشتغل منذ سنوات على قناة قرطبة الإسلامية الإسبانية حتى وصلت إلى القمة، والشريحة المستهدفة من هذه القناة 700 مليون نفس يتحدثون الإسبانية الآن في العالم. والشيخ نال الإكليل الذهبي من الأسبانيين أنفسهم على نجاحه، مو من مسلمين، من نصارى أسبان. الإنجاز الثاني لهذا الإعلامي السعودي إنشاء قناة منساهي الفلبينية والتي تستهدف 120 مليون. والإنجاز الثالث إنشاء قناة سلام الصينية والتي تستهدف أكثر من 1,000,000,000 إنسان. ولذلك أنا عجزت أن أفهم هذه العقول التي تشهر في إنسان يدعو الكفار إلى الإسلام، ينتسبون إلى الإسلام، وبعضهم يزعم أنه ينتهج منهج السلف، ثم يشغبون على هذا الشيخ في دعوته الإسبانيين إلى الإسلام. يا جماعة من حقكم تردون عليه، إذا أخطأ الشيخ ردوا عليه رد علمي، لكن مو تشغبون عليه دعوته للكفار للإسلام. شيء عجيب ما تصور. اللي جاب لي الصداع يا جماعة أن في بعضهم يظهر التدين ونازل في الشيخ نزلة. تبغون أن يوقف يتمون الأسبانيين على كفرهم؟ أنا عن نفسي لو أعلم أن صوفيا وبيني وبين بعض الصوفية ردود وتناصح، لو علمت أن هذا الصوفي أو المبتدع أو أيا كان أختلف معه يدعو الكفار إلى الإسلام، أقسم بالله لدعوت له بالتوفيق والسداد. للأسف البعض ضيع البوصلة وضيع دوائر الصراع. يا جماعة في دوائر أنا أختلف فيها مع الصوفي والأشعري، وفي دوائر كثيرة أتفق معه. وخذ المفاجأة، هذا المقطع صار له 4 سنوات. ايش هالعقول المريضة اللي تخلي أنبش عشان أطلع فضيحة وأمنع مسلم يدعو الكفار إلى الإسلام؟ يا جماعة ذروني الليلة، عصبت شوية، لأني أنا ما قاعد أتصور أن واحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان يشغب على مسلم يدعو الكفار. وبعدين شوفوا يعني لغة الهاشتاج عبد العزيز الفوزان والإسبانيات، يعني مستوى خبث مو طبيعي. المنافقين يهاجمون الشيخ مقبولة، لكن اللي مصدعني أن في بعض ينتسب إلى السلف. سلف من؟ أبو جهل؟ لا، حتى أبو جهل بريء. أبو جهل يا جماعة يوم الهجرة حاوط بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورفض أن يتسور الباب هو وعصابته. أحد العصابة مع أبي جهل قال له يا عمرو لما لا نكسر عليه الباب؟ فاسمعوا إلى جواب أبي جهل. قال أبو جهل أتريد أن تقول العرب أن عمرو بن هشام روع بنات محمد وهتك حرمة بيته؟ والله مروءة. المشكلة أننا ابتلينا بأقوام لا يحملون أخلاق الإسلام ولا مروءة الكفار.